السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شاور جل ومعالج في نفس الوقت بمكونات طبيعية 100% وغير مكلف خالص ان شاء الله، غير ان ريحته هتبقى رهيبة معاكي، وهتخرجي كده من الحمام من الشاور بتاعي هتلاقي ريحتك مهففة وجميلة ان شاء الله، بمكونات طبيعية 100%. وغير ان هو كمان بيعالج وبيفتح الاماكن الحساسة وبيديكي نعومة كأنك لسه عاملة حمام مغربي. نشوف كده مكوناته ايه. زي ما تعودنا في الاول نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. اللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناه يا ريت يدعمني باشتراك وكمان لايك للفيديو، ومستنيه كومنتاتكم على الوصفه دي لو عجبتكم. وما تنسوش يا جماعه تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا. نبتدي كده نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مكوناتي سهله جدا وبسيطه يا جماعه لعمل الشاور جل والمعالج ده. مكوناتي ايه؟ انا عندي هنا صابونه جليسرين. المكونات دي اغلبها بيتباع في الصيدليه. عندي الصابونه دي موجوده في كل الصيدليات يا جماعه، صابونه الجليسرين. تمام. وعندي كمان هحتاج لميه ورد، وهحتاج لزيت الجونسون بتاع الاطفال، وعندي زيت عطري ميه اللي هو بريحه الورد، او ممكن تستخدمي اي ريحه انت عايزاها، يعني بريحه الياسمين، يعني بريحه اللافندر، اي ريحه انت ممكن تستخدميها. اي زيت عطري ده موجود عند العطار. انا هستخدم الزيت العطري بريحه الورد. وكمان عندي كبسولات فيتامين ايه يا جماعه، دي موجوده برده في الصيدليه وده شكلها. تمام. وكمان هستخدم زيت جوز الهند. المكونات دي سهله جدا وموجوده عند العطار، او في منها موجود في الصيدليه. الصابونه والفيتامين موجودين في الصيدليه، باقي المكونات ممكن تلاقيها عند العطار، وحتى الزيت الجونسون هتلاقيه في الصيدليه او عند العطار، بيبقى ساعات متوفر. طيب نبتدي كده بنصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. انا اول خطوه هعملها هجيب بول او طبق او اللي انا هستخدم فيه، اوعد كده المكونات بتاعتي. ابتدي ان انا اول حاجه او اول خطوه انا هعملها، هفتح كده الصابونه بتاعتي، صابونه الجليسرين، وهحطها كده في البول عندي، او في الطبق اللي انا هستخدمه. وابتدي ان انا احط عليها كوبايه ونص من الميه السخنه او كوبايتين، يعني من كوبايه ونص لكوبايتين ميه سخنه مغليه. ابتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم انزل كميه الميه المغليه بتاعتي، او حتى ميه من السخان عادي مفيش مشكله. وابتدي ان انا ادوب بقى في الميه دي لحد ما الصابونه بتاعتي تدوب في الميه. اجيب كده اي مضرب او اي حاجه اقدر ان انا اقلب بيها، زي ما انتم كده يا جماعه شايفين. جبت اي مضرب عندي وابتدي ان انا ادوب في الصابونه، لان الميه مغليه طبعا، فهتبتدي تديكي رغاوي كده وهتبتدي تسيح شويه بشويه. الشاور جيل ده يا جماعه غير ان هو مش مكلف، هو ان شاء الله معالج لبشرتك كانك كده لسه عامله حمام مغربي. بيديكي نعومه وبيديكي ترطيب، وبيديك كمان تفتيح للاماكن الحساسه، تفتيح رهيب يا جماعه. ولو داومتوا عليه هتلاحظوا الفرق. مستمره كده في التقليب لحد ما الصابونه يعني تقريبا هي خلاص صغرت جدا معايا، مش عارفه باينه ولا لا. هي صغرت جدا معايا، ايوه هي صغرت جدا معايا. انا مستمره في التقليب. اكمل بقى بقيه مكوناتي. كده كده الميه سخنه مغليه، فبالتالي هتصغر معايا وهتدوب خالص. طيب اكمل بقى بقيه مكوناتي. انا هحط بقى عندي هنا يا جماعه، عندي زيت الجونسون بتاع الاطفال. هاخد منه كده شويه حلوين، اجيب كده معلقه، احط منه كده حوالي يعني 3 معالق كبار. بسم الله. ادي 1 2، ادي 3 معالق كبار، يعني من 3 ل 4 كده. كل ما بتزودي المكونات دي يا جماعه بتفتح البشره، بتنعم البشره، يعني معالجه جدا جدا للبشره. وغير ان انت كمان هتشوفي الفرق باذن الله على كمان الاماكن الحساسه في جسمك، او حتى الكوع او الركبه او اي مكان داكن في جسمك بعد الشاور ده. يعني لو استخدمتيه كل يوم هتحسي بالفرق ان شاء الله. طيب انا كده حطيت حوالي 4 معالق جونسون كبار. هبتدي بقى ان انا اخد ميه الورد. ميه الورد هتديكي ريحه حلوه، هتديكي نعومه، هتديكي تبييض، هتديكي تفتيح للاماكن الداكنه. هاخد كده برضو حوالي 4 معالق. بسم الله. ادي 1 2،
اي نوع ميه ورد. 3. هاخد 4 برضو 4 معالق من نفس المعلقه. وهبتدي بقى يا جماعه احط عندي برضو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ده يا جماعه ترطيب رهيب. هاخد منه كده حوالي 3 معالق كبار. بسم الله. هاخد منه كده 3 معالق بس كده كفايه. وهاخد بقى كمان عندي المعطر للجسم زي ما قلت لكم. اي زيت يا جماعه معطر للجسم، يعني مش عندكم زيت الورد، عايزين زيت الياسمين، عايزين زيت اللافندر، اي نوع زيت عطري تقدري ان انت تجيبيه من عند العطار. تمام. انا هستخدم كده حوالي معلقه بس كده، معلقه زيت عطري، اي زيت انت عايزه تجيبيه او تستخدمي ريحته. وهبتدي ان انا بقى احط الفيتامين اللي عندي اللي هو فيتامين اي. هاخد منه يا جماعه 3 كبسولات. ادي 1 2 3. عايزه اقول لكم ان ريحه الشاور تحفه يا جماعه. اجيب كده سكينه بس عشان افتح الفيتامين بتاعي. ابتدي بقى ان انا كده انزل الكبسولات بتاعتي واحده واحده. يعني انا هستخدم 3 كبسولات. دي اول واحده، وهبتدي ان انا افتح التاني واحده كده. طبعا لو في مقص يكون افضل بكتير، هتسهل عليكي. مفيش مش مشكله، بنستخدم السكين عادي خالص. فيتامين اي ده يا جماعه بيساعد على تفتيح البشره وتفتيح الاماكن الداكنه في الجسم. غير ان هو كمان يعني فيتامين بينعم البشره وبيديكي نعومه كده ولمعان لجسمك، وبيعالج طبعا الغمقان اللي في البشره. يعني اي حته داكنه في بشرتك ان شاء الله بالشاور ده هتلاحظي الفرق. بس كده يا جماعه حطيت كده ال3 كبسولات فيتامين اي. يبقى انا افكركم انا حطيت ايه هنا يا جماعه. اول حاجه انا جبتها الصابونه الجليسرين، حطيت عليها من حوالي كوبايه ونص لكوبايتين ميه مغليه او حتى من الحنفيه سخنه جدا اللي هي من السخان. وكمان بحط عليها اول حاجه بدوبهم كويس، وبعد كده ببتدي احط عليها زيت الجونسون. حطيت 4 معالق. حطيت 4 معالق برده كبار من ميه الورد. حطيت زيت جوز الهند. حطيت زيت عطري، اي زيت عطري تقدري تستخدميه. انا استخدمت بريحه الورد، تقدري تستخدمي بريحه الياسمين، تقدري تستخدمي بريحه اللافندر، باي ريحه انت عايزه تستخدميها. وكمان حطيت 3 كبسولات من فيتامين اي يا جماعه. الغسول ده الشاور ده قصدي الشاور ده شاور معالج لجسمك، يعني بيفتح الاماكن الداكنه، ركبتك، كوعك، اي مكان داكن في جسمك ان شاء الله الشاور ده هيعالج. غير كمان ريحته المذهله، يعني ريحته جميله جدا. عايزه اقول لكم ريحته حاليا وانا بقلب فيه كده حلوه قوي. يعني هتخرجي من الحمام ان شاء الله كده ريحتك معففه جميله يا جماعه، وان شاء الله يعجبك قوي. نبتدي بقى ان احنا نقلب كده كويس المكونات دي لحد ما الصابونه تدوب عندي. لو لسه فيها اي بروه مثلا اقلب بقى كده كويس، واجيب اي علبه عندي انا بستخدمها مثلا للشاور او بحط فيها اي شاور. يعني مثلا علبه زي دي ان انا اقدر ابخ منها كده على طول، وابتدي ان انا احط فيها الشاور بتاعي. اول بس ما اقلب كويس واتاكد ان مفيهوش اي صابونه او اي حاجه ما دابتش. اتاكد بس كده ان كل المكونات اتجانست مع بعضيها زي ما انتم كده. خلاص انا هبتدي ان انا بقى احط في اي حاجه ببخ منها مثلا الشاور بتاعي. هبتدي بقى ان انا اجيب مثلا كده بسم الله. لو عندك طبعا قمع هيبقى اسهل بكتير من اللي انا بعمله ده، لكن لو ما عندكيش عادي تقدري ان تستخدمي اللي انا بعمله ده عادي، كوبايه، وتبتدي ان انت تصبي الشاور بتاعك. هو لونه عامل كده من ميه الورد اللي انا حطاها، لان كان لونها كده يا جماعه روز. هتقدري ان انت عادي تغيري اللون بتاعها ده بلون ميه الورد اللي انت هتجيبيه برضو عادي، مفيش مشكله. ممكن ما يبقاش ليه اي لون لو ميه الورد بتاعتك بيضه، فعادي خالص.
كمان بقى بصوا شايفين الرغوه الهايله دي؟ بصوا كده، بصوا كده، يعني رغوه قبل حتى ما استخدمه. امال لما هستخدمه بقى ان شاء الله هيكون جميل يا جماعه. ابتدي بقى ان انا اقفل كده الشاور بتاعي حلو، ارج كده رجه. احط طبعا الباقي برضو، يعني انا بستخدمه مش برميه، بالعكس ده يعني غير مكلف وكمان بيعالج معايا. وهو ده يا جماعة الشاور اللي احنا عملناه، يعني بمكونات اقتصادية جدا، وكمان معالج لبشرتك، بيفتح بشرتك بإذن الله. ده وداومت عليه يوميا يا جماعة، بتاخديه يوميا وبعد كده بتحطي اي مرطب كمان على جسمك. عايز اقولك ده مرطب معالج للبشرة الغامقة، الاماكن الحساسة برضو بيعالجها. وكمان بيديكي نعومه رهيبه، لان صابونه الجليسرين لوحدها لو استخدمتيها على بشرتك او على جسمك بتديكوا نعومه حلوه جدا يا جماعه. نبتدي بقى كده لو هنستخدم الشاور ده. بصوا كده معايا، هقلبه كده كويس. بسم الله، بسم الله. بصوا كده يا جماعه، بصوا كده الجمال ده، وهتستخدموه ان شاء الله يوميا يا جماعه. وهو ده الشاور بتاعنا. يعني عايزه اقول لكم بقى، يعني ريحته جميله، ريحته جميله جدا، وملمسه ناعم وبينعم البشره. بصوا كده الجمال ده، بصوا كده الحلاوه دي. ده من الشاور اللي احنا لسه عاملينه يا جماعه. عايزه اقول لكم ريحته تجنن. تستخدموه بالهنا ان شاء الله لما تجربوا الوصفه بتاعتنا. وما تنسوش تدعموني باشتراك في القناه، وكمان لايك للفيديو. مستنيه كومنتاتكم على الوصفه دي لو عجبتكم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا. جربيه ان شاء الله، يعني مش هتندمي ان انت عملتي الشاور الهايل ده. معالج للاماكن الحساسه. وبعيد تاني في النقطه دي، واي مكان غامق في بشرتك اللي هو في جسمك، يعني زي الاكواع، زي الركب، زي اي مكان داكن في بشرتك، او حتى مثلا رجلك من الشمس. ان شاء الله الشاور ده لو داومت عليه يوميا، غير ان هو بيديكي ريحه حلوه ونعومه فائقه، هيديكي كمان تفتيح للاماكن الداكنه. وبصوا الرغوه عامله ازاي. اشوفكم فيديو جديد، وصفات تانية جديده. مع السلامه.